الله يسعدك يا عزيزتي. ما أشوف أنك أنت عمرك 28، ما أتكلم عن الهجرة 28، لكن أشوفه تو الحياة كلها تغيرت، الناس بدأت تتأخر، فأنت لا تشيلين الهم ذا، تبدين تترقبين. أحيانا حنا نكون يعني ضد قانون يعني الجذب أو قانون الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء، إن كان خيرا فله وإن كان شرا فله. أحيانا ديب انسايد الظن هو الاعتقاد الداخلي الجازم جدا بحصولي على الشيء. فأنا إذا ظنيت أنه لا أنا ممكن ما يجيني، أنا أخاف ما يجيني، أنا أبدأ أحط، أنا أبغى وأتمنى، ولكن ديب انسايد أنه كذا، أنا معناه أنه أنا اعتقادي وظني بالله سبحانه وتعالى ضعيف. فانتبهي من هذا الفخ اللي تطيحين فيه، لا توكلي على الله ابدا. انت توك صغيره وقدامك العمر كله، واستمتعي بالحياه وضبطي امورك الحياه. انجاز زواجي يكملني ويسعدني، واذا ما جاء ابدا انا اسوي اللي علي والباقي على الله، من حسابات اروح يمين يسار، اي شيء كان ممكن اقدر انه انا انخطب ولا انا اسوي لنفسي بطريقه كويسه اروح، ليش لا؟ ولكن اروح وانا اجزم انه هذا زواجي بيكمل لي حياتي، لا اوقف حياتي. تصير الشغل من اول. امهات البنت بتقص شعرها اذا تزوجتي، اذا بتسوي اذا تزوجتي، تبي تصبر اذا تزوجتي، اذا لو اي شيء بتسوي اذا تزوجتي. الضعيفه يتزوج ويقول لها كل ذا ما فيه، فصيري لا هنا ولا هنا. فهذا الجيل القديم. الجيل الجديد لا، انت لا توقفين نفسك، لا تصير انت عدوة نفسك ابدا. بستمتع وانجوي بادب ورقي واخلاق. انا اوصل مرحله معينه انا يكملني هذا الزواج اذا جاء ولا بسلامته.